الفنانين المصريين هيتمنعوا من انهم يشاركوا في موسم الرياض. المستشار تركي آل الشيخ ما بقاش بيحب الفن المصري. دي كلها عناوين هتشوفها الفترة الجاية سواء في السوشيال ميديا او في الصحافة او في اي مكان على الانترنت. بس ايه اصل الموضوع وايه الحكاية وايه اللي حصل؟ خلوني احكي لكم الموضوع من البداية، وعلشان نفهمه من البداية لازم نعرف مين هو المستشار تركي آل الشيخ، وهل الكلام اللي بيتقال ده فيه بعض المبالغة ولا هو كلام صحيح. تركي عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ اتولد يوم 4 أغسطس 1981. اتولد في الرياض عاصمة السعودية. من صغره وهو مهتم بالشعر وبالأدب، وفي سن صغير جدا كتب أول قصيدة ليه. بس شهرته بدأت تكبر أكتر لما بدأ يدخل المجال الرياضي والسياسي، وما دخلوش دخول عادي كده، دخلوا وبقوة. خليني أقول لكم مثلا إن أول منصب رسمي اتولاه كان مستشار في الديوان الملكي برتبة وزير. ونقطة التحول الأكبر في حياته كانت سنة 2017 لما تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية. ومن اللحظة دي بدأ يتغير شكل الرياضة والترفيه في السعودية. عمل إصلاحات كتير في كرة القدم السعودية، وفتح الباب لاحتراف أكبر اللاعبين الأجانب. وكان له دور كبير جدا في تطوير الأندية، خصوصا نادي الهلال والنصر. يعني هو يكفي بس ان كريستيانو رونالدو دلوقتي موجود في نادي النصر، يكفي بس ان كريستيانو ونيمار موجودين دلوقتي في نوادي السعودية. دي خطوة ما حدش عملها قبل كده. وعلى قد اهتمامه بالمجال الرياضي على قد اهتمامه بالمجال الترفيهي. وتاني أكبر خطوة في حياته انه مسك الهيئة العامة للترفيه في السعودية. ومن ساعتها كل حاجة ترفيهية في السعودية الحبيبة اتغيرت تماما واختلفت 180 درجة. بدأت حفلات ومواسم السعودية تظهر، ومش بس بشكل عادي، بشكل عالمي كمان. أشهرهم طبعا موسم الرياض اللي بيستضيف فيه فنانين عالميين ومن الوطن العربي، فنانين مصارعين وناس كتيرة مشهور. والمستشار تركي آل الشيخ هو صاحب دمج فكرة الرياضة بالترفيه، وده كله علشان يغير شكل المملكة قدام العالم، من الانغلاق التام للتفتح على الثقافات المختلفة. وجنب كل ده بقى فهو شاعر كبير جدا، وكتب أغاني مهمة لمحمد عبده وعمرو دياب. يعني كتب أغاني باللهجة المصرية والخليجية، ده غير إن عنده ديوان شعر. ونقدر نقول إن المستشار تركي آل الشيخ مش بس بقى شخصية مؤثرة في السعودية، ولكن في الوطن العربي كله، ودي حقيقة لا خلاف عليها. رغم إنه شخصية مثيرة للجدل أوقات، لكن محدش يقدر ينكر أبدا تأثيره الكبير ودوره في التطور الثقافي اللي حصل في السعودية. هذا الموضوع وشرح رؤية سمو الأمير محمد الأمير عبد العزيز وزير الرياضة. وكل اللي بيعمله بيأكد إن عنده رؤية واضحة جدا للمستقبل. يعني نقدر نقول إن تركي آل الشيخ مش مجرد مسؤول، مش مسؤول عادي بيؤدي وظيفته وخلاص، هو رمز للتغيير والتجديد والطموح في السعودية. بس اليومين دول بقى أنت هتسمع شوية كلام كده عن خلاف ما بين تركي آل الشيخ والمصريين. واليومين دول بقى في جدل كبير قائم حول المستشار تركي آل الشيخ، ناس كتير معترضة وناس كتير بتهاجم وناس كتير موافقة. فتعالوا أحكي لكم اللي حصل. الموضوع إن المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن قرار جديد، والقرار ده يخص موسم الرياض. فالتصريح ده كان بيقول فيه إن في موسم الرياض الجاي هيعتمد اعتماد شبه كامل على الفنانين والعازفين السعوديين والخليج، وده في الحفلات الغنائية أو في المسرحيات. يعني الأعمال المسرحية هتكون في الغالب سعودية أو خليجية، مع تطعيم محدود لمسرحيات سورية وعالمية. وما كانش فيه أي ذكر للفن المصري في البيان ده. فناس كتير جدا شافت إن البيان ده غريب شوية، خصوصا لأن معروف قد إيه علاقة المستشار تركي آل الشيخ بالفن والفنانين المصريين قوية وكبيرة. وتقريبا موسم الرياض أغلبه بيكون فنانين مصريين ومسرحيات مصرية. فمحدش كان فاهم ايه سر القرار ده، وهل القرار ده معناه ان في خلاف ما بينه وما بين الفنانين المصريين. فتبينت ردود افعال الناس ما بين موافقين ومعترضين. خليني اقول لكم شويه من الناس الموافقه على الموضوع. في بعض الناس كانت بتقول ان القرار ما فيهوش اي مشكله او عيب، وان في مصريين كتير كانوا بيعترضوا وبيهاجموا الفنانين اللي بيشاركوا في موسم الرياض، ويقولوا لهم ان انتوا مدفوع لكم وان انتوا بتروحوا علشان الفلوس. فانت زعلان ليه دلوقتي ان فنان بلدك مش هيروح يشارك في الموسم اللي انت كنت بتهاجمه علشان بيروح يشارك فيه اصلا؟ دي كانت فئه من الناس وده كان رايها. وخلوني اقرا لكم دلوقتي مجموعه من البوستس اللي شفتها عن الناس الموافقه. مش عيب ان الفنان المصري يشتغل في موسم الرياض او موسم جدة. انا من الفنانين المصريين اللي اشتغلوا في المملكه العربيه السعوديه، ولما اشتغلت في السعوديه شفت ادب وتقدير من اخواتنا في المملكه، شفت جمهور واعي ومثقف ومحب للفن المصري، وشفت ناس بتحترمنا كفنانين وبتفهم يعني ايه قوه ناعمه. فلما تيجي السعوديه تركز على كوادرها الوطنيه ده مش عيب، ده مشروع كبير، وكل دوله من حقها تبني مشروعها، وكل دوله من حقها تنهض باولادها. والراي ده كان شايف ان ورا الكواليس بيكون في ناس شغاله اكتر بكتير من الفنانين والممثلين، من عمال تصوير وعمال اضاءه، مصممين، اداريين، وفنيين، ان كل الناس دي بيكون عندها اسر ملزومه بيها. فمحدش يقدر يلومهم انهم كانوا بيروحوا موسم الرياض، ونلومهم ليه اصلا؟ الفن بيتعمل في اي بلد في الدنيا، والتقدير اللي شفناه للفن المصري في السعوديه كان كبير جدا ويحترم. ده غير انه كمان كان بياكد ان العلاقه بين مصر والسعوديه مش بس مواسم شغل، ده تاريخ كبير من الحب والاحترام والمصير المشترك. ومهما اختلفت السياسات بيفضل رباط الود والدين والدم. وختم كلامه بتحيه من القلب لاخواتنا في المملكه العربيه السعوديه على ما لقيناه من تقدير واحترام
طول فترة التعاون، وتمنياتنا لهم بكل النجاح في مشاريعهم الوطنية، وكل الرجاء للمسؤولين في مصر شوفوا الفنانين كلهم مش بس النجوم. وختم كلامه كمان بأنه بيطلب أنهم يرجعوا الحركة للفن ولشركات الإنتاج، لصوت القاهرة، للشوارع اللي كانت بتنور بفن ولادها. ده كان أحد الآراء. الرأي التاني اللي كان موافق كان بيتبنى تقريبا نفس الفكرة. فرأي تاني كان شايف أن مش عارف إيه الجريمة اللي حصلت لما المستشار تركي آل الشيخ قرر يستعين بأهل بلده. والرأي ده بيتبنى فكرة إن من حق السعودية تشتغل على مشروع الفن السعودي اللي بيتعمل على أرض سعودية بتمويل سعودي وكمان بإدارة سعودية، وده كله بالطريقة اللي تناسبهم. وشايف إن الفن المفروض يكون قائم على تنوع واختلاف، زي ما في فن مصري، في فن سعودي، فن كويتي، فن خليجي. ليه لما يتم استضافة فنانين تانيين غير مصر يكون عيب؟ وقال أنا طبعا مش هقعد أتكلم عن التقدير للفن المصري من كل مواطن سعودي على مر التاريخ، والحمد لله إننا شفنا بعدين التقدير ده في أكتر من عمل، سواء كان في حفلات غنائية أو موسيقيين أو فنانين في مسرحيات مصرية وأفلام تنتج وتنفذ عن طريق المملكة العربية السعودية. وده مش كلام، ده واقع. وكمان كان بيقول أنا مش فاهم انتوا ليه اختصرتوا كل العلاقة ما بين مصر والسعودية في موسم الرياض؟ طب ما في مدرسين ومهندسين ودكاترة بقالهم سنين شغالين في السعودية، ليه نحسبهم بره الحسبة؟ ما تخلوش حد يلعب بعقولكم عن طريق بوست أو لجان ممنهجة، وكل هدف اللجان دي إن البلدين يقعوا في بعض. أما الفئة المعارضة فكانت شايفة إن إزاي موسم الرياض بعد ما كان بيقوم على جزء كبير من الفن المصري إنه ما يذكرش مصر في البيان ده، وإن الموضوع ده بيدل إن في خلافات ورا الكواليس ومحدش يعرف. وكانوا شايفين يعني إن ده فيه شوية تقليل للفن المصري والفنانين المصريين، وابتدوا يهاجموا كل الفنانين اللي شاركوا في المواسم السابقة من موسم الرياض زي بيومي فؤاد وممثلين تانيين كتير، ويقولوا لهم ده جزاءكم علشان انتوا شاركتوا قبل كده، إن تم دلوقتي التخلي عنكم وكلام من هذا القبيل بقى. دي كانت الفئة المعارضة. بس خليني أقول لكم إن التعاون ده توقف بس في موسم الرياض، لكن قائم في المشاريع الفنية التانية. يعني عندنا مثلا أضخم فيلم بإنتاج عربي هو فيلم 7 Dogs، فكرة المستشار تركي آل الشيخ ومن إنتاجه كمان، بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، والتصوير كله اتعمل في السعودية وتحديدا في استوديوهات الحصن في الرياض. أما الميزانية فتكلفت فوق $40 مليون، ده رقم مرعب بصراحة. كمان بيشاركهم البطولة هنا الزاهد، طارق عماد، وسيد رجب. في مفاجآت تانية بقى مش هتتوقعوها، ناصر القصبي من السعودية، مونيكا بيلوتشي من إيطاليا، وسلمان خان من بوليود. يعني فيلم عربي عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. القصة عن ضابط انتربول بيلعب دوره أحمد عز، بيضطر يتعاون مع مجرم قديم بيلعب دوره كريم عبد العزيز، والتعاون ده علشان يوقعوا عصابة كبيرة بتوزع مخدر قاتل. وخليني أقول لكم إن الأكشن والمؤثرات البصرية في الفيلم ده على أعلى مستوى، حتى الموسيقى التصويرية معمول لها شغل عالي جدا. والبرومو بتاع الفيلم أول ما نزل في 12 ساعة بس عمل مليون فيوز. ويقال إن الفيلم هينزل في السينمات آخر 2025. بس في كلام تاني بقى عرفته إنه ممكن يتعرض بدري في موسم الرياض نفسه، والناس كلها مستنيه الفيلم ده، خصوصا لانه اول انتاج عربي ضخم بالتكلفه دي، واكشن ودراما ونجوم من كل الوطن العربي وكمان من بره الوطن العربي ونجوم عالميين. يعني فيلم هيجمع الدنيا كلها ببعض. فلسه في تعاون يا جماعه، احنا مش بنقول بس على موسم الرياض، ده اضخم تعاون عربي تم على مر التاريخ. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، وقولوا لي رايكم في الكومنتس.